بقول لك ايه يا زين، على فكرة مامي طيبة، بس هي طريقتها كده طول عمرها حتى معانا. اوعى تكون زعلت منها. ازعل منها ليه؟ عملت حاجه تزعلني وانا مش واخد بالي؟ حتى لو عملت حاجه تزعلني عمري ما ازعل منها. انا عارفة ان انت بتعاملها كويس ومستحملها عشانك وعشان انا اتربيت على كده. الكبير حتى لو غلط ما ينفعش ازعل منه، لاحترامه. وبعدين انت امك ديلا وام 44 ما ينفعش ازعل منها عشان حاجه واحده. ايه هي بقى؟ انا خلفت لي فيروز. حبيبي يا زين، ربنا يخليك ليا. مش عارف خلفتك كيف دي. مامي زي القمر، ما تقولش كده. قلت ايه يا ليلى؟ ليلى ملهاش جول يا منصور. الجول جولك. الجول جولها وراي رايها. هي اللي هتعاشر وهتعيش معاه. ما عندناش بنات تقول رأيها في جوازتها. ده كان زمان يا ام منصور. قلت ايه يا ليلى؟ انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي يا ولد ابويا. امال هتفكري متى؟ لما يبقى عمرك 50 سنة؟ انت عارفة ده العريس الكامل اللي بترفضيه ان شاء الله يكون 100. كل ده عشان ايه؟ عشان زين؟ طب زين دلوقتي متجوز وعايش في هنا ونعيم مع مرته. رايح فين؟ رايح اصلي ياما. مرته اللي اختارها من مصر مش من بلده ولا من جرايبه. فيروز، ممكن اتكلم معاكي؟ ايه يا مامي، في ايه؟ أنا مش مبسوطة ولا مبسوطة لك. ليه بس كده؟ أنت مش شايفة نفسك في المراية ولا إيه؟ أنت كنت زي الوردة المفتحة، دلوقتي بقيتي عاملة زي الوردة الدبلانة. يعني لما اجي هنا هفتح تاني؟ أكيد طبعا، لما تكوني في وسط أهلك مع أصحابك اللي أنت بتحبيهم في النادي بتاعك أكيد هترجعي زي الأول وأحسن. مش بايدي يا مامي. لا بإيدك يا فيروز. قولي لي، عايزاني اعمل ايه وانا اعمله؟ أول حاجة تعمليها إنك تسيبيه يرجع لوحده وتقولي له إن أنت عايزة تقعدي مع أهلك شوية، ولما يكلمك في التليفون علشان يرجعك اتلككي له بأي حاجة، هيضطر إنه يجي. وأول لما يجي تكلميه بمنتهى الوضوح والصراحة وتقولي له إن أنت مش عايزة تعيشي هناك، وإنه لو عايز يكمل في الجوازة دي ينقل شغله كله هنا، فهيضطر إنه ينقل شغله هنا. ما ينفعش يا مامي، زين اهله كلهم هناك وما يقدروش يستغنوا عنه، زين كبير عيلته. زي ما هو كبير عيلته ما يقدروش يستغنوا عنه، أنت كمان بنتي وما أقدرش أستغنى عنك. زي ما قلت لك العقربة هيتقطع فرطها من البيت. يا ريت. انت قلبك ابيض وطريقك كله خير. اقوم انا يا ست. اقعدي. ويا ترى طلع لك ايه تاني؟ طلع لك انك تقفلي عليا بالضبه والمفتاح؟ بالضبة والمفتاح وفوقهم 100 قفل، ويكون في معلومك طول ما فيا روح هتفضلي كده بطولك، لا عيل ولا تيل، ولا في دماغك مش هتطولي منه حاجة. ولعلمك آخر يوم في عمر جوزك آخر يوم لك هنا في جنة. انت عايزه تخلصي من جوز انت والولا ابنك ولا ايه؟ واخلص منه ليه؟ ما نخلص منك انت اسهل. بصي بقى يا امين، لا انت ولا الولا ابنك تقدروا علينا ولو انت والزمن طويل، ولو ما خلفناش النهارده وماله، نخلفه بكره، وفي يوم هيبقى كل الملكوت ده بتاعنا. ساعتها هتيجي تترجيني ما مشيكيش ان شاء الله يا رب تشتغلي زي سكينه. يا لهوي، ده انا نسيت الشاي بيغلي على النار. عن اذنك يا اختي. سخس استرخص الواطي. بس هيتقطع اخرسي. نعم. يعني ايه مالكوش نصيب في الخلفه؟ ايه حالتكم ملهاش حل؟ الدكتور بيقول كده، بس مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. المشكله عند مين؟ مش مهم المشكلة عند مين. عنده مش كده؟ اه يا هند عنده. ارتحتي كده؟ والله كنت عارفه انا مش مرتاحه للواد ده من اول يوم شفته فيه. هو ذنبه ايه يا مامي؟ ذنبه يا حبيبتي انه ما قالش، ذنبه انه كذب علينا من الاول. وهو كان هيعرف منين يعني؟ يا اكيد يا حبيبتي كان عارف. كانتش هتفرق. لا هتفرق يا فيروز، هتفرق كتير قوي.
هتفرق في ايه؟ هتفرق لو كنت متجوزه واحد تاني كان زمانك مخلفه دلوقتي. نصيبي كده. نصيبك يتعدل عادي جدا. تعدل ازاي يعني؟ تطلبي الطلاق منه، لازم تطلقي منه. لو كنت انا اللي ما بخلفش كنت هترضي انه يطلقني عشان يخلف؟ ما كانش حد هيقدر يلوم. من حق كل واحد انه يدور على مصلحته. انت عارفه يعني ايه اطفال؟ عارفه يعني ايه خلفه؟ اسمعي يا بنتي، انت هتطلقي منه هتطلقي منه. انا هخلي ابوكي يكلمه اول حاجه يعملها الصبح ويقول له انك لازم تطلقها، ولو رفض هنخلعه. ما كانش ينفع تسكتي لها يا حاج. ومين قال لك ان انا سكت لها؟ عيني، اللي حصل حصل قدامي. اصبري على رزقك. يا ما نفسي اشوفها بتتبهدل قدامي، مش هيهدى لي بال غير لما تشففيه. وانا اوعدك مش هتشوفيها بتتبهدل وبس، لا، هتشوفيها بتتهان ويتمسح بكرامتها الارض. قلتي لسي مسعد؟ اسم الله عليكي، ما هو انا لو رديت عليه مش هتخاف، لكن لما مسعد يرد عليه تموت في جلدها. عايزه تقول ايه؟ بصراحة عايزة أقولك على حاجة مهمة. الدكتور اللي قال كلمة مستحيل ده لازم نغيره. الكلمة دي ما بقتش موجودة في الزمن ده. احنا في 2018 والعلم اتقدم وفي مليون حل لموضوع الخلفة ده. احنا ممكن نغيره ونروح نشوف دكتور تاني، وممكن كمان نسافر بره نشوف دكتور في يوروب. أكيد في حل. لو ربنا كان رايد حل ما كناش هنحتاج اللفه دي كلها. من علامات القبول التيسير، وبعدين مين عارف، يمكن نشقى ونتعب عشان نجيب واد ولا بنت يتعبونا. وبعدين بصراحه بقى انا مش عايز حد يشاركني فيكي. أنا لو خلفت 20 طفل مفيش حد هياخد من حبي ليك. عشان خاطري أنا عايزة طفل منك. كرهتني في عيشتي يا مرت عمي. دي بتقولي كلام عفش في الرايحة والجاية. خدت مني المحمول ما بتجيش تناديني غير يا بايرة. امك شكلها اتهبلت على كبر. طب ما تيجي تقعدي معانا يومين يا ليلى. مش هترضى يا نادية. دي منعاني ان انا اجي هنا. وكل ده ليه؟ يا ريته عشان حد عدل، عشان الواد الفاضي اللي قاعد للرايحه والجايه ما تكلموش ده، ما تدخلوش عند ده، ما تعملوش ده، حرام عليكم تشتروا من عند ده. امال لو عدل شويه كانت عملت ايه؟ كانت ذبحتك. ده انا لما بعدي من قدامه بيقعد يستغفر ربنا ساعه، كاني معديه من قدامه ببدله رقص. ليه يعني؟